بالعودة لموضوع بانوراما هذا المساء والأصوات الجزائرية التي تقدم الموسيقى الجزائرية في العالم. ربما سميرة بهمية كنا نتحدث قبل قليل عن الألبوم الجديد، ألبوم حواء، واللي صورت منه أيضا أغنية ماما اللي هي تسلط الضوء على الحياة الإفريقية وأيضا الإيقاعات الإفريقية والموسيقى الإفريقية. كيف يمكن للموسيقى أن تسلط الضوء على البعد الإفريقي للجزائر؟ يعني في الكلمات تفهم كلش. نظن بلي الثقافة مهمة جدا في بناء هذا، يعني ماشي ما بناء بس راه متواجد البناء، في نحطوا الجذور ونخلوها يعني بوزي فريمون بوزي. يعني كي نغني انايا الافريقيه تاعي، الهويه الافريقيه تاعي متواجده ولازم نغنيها، سي ان بوزوان، يعني تخرج من قلبي، تخرج من صميم القلب تاعي. شغل سي فريمون نحلم ان شاء الله، نحلم ان شاء الله نكون انا كفنانه جزائريه نبني يعني سوق ثقافيه في افريقيا، ونحلم نروح ندير حفلات في افريقيا في القاره تاعنا، لان شغل مكانتنا متواجده ولازم يعني ناكدوها. والتلقائيه شغل الافريقيه في الموسيقى تاعنا، يعني كي تسمع كثير من ماشي سباراسيون، مانيش الوحيده اللي نكتب بايقاعات افريقيه، لكن انا ليا شغل هذا هو الوقت، هذا هو الوقت باه نقتحموا هذا الميدان تاع القاره تاعنا ونبنوا حاجه اللي تقدر تخلي ولادنا وولاد ولادنا يعرفوا بلي كاين سوق افريقيه ثقافيه وكاين مكانه للفنان الافريقي، والجزائر دائما شغل كانت هنايا باه تحل الباب. دونك لازم العالم بأسره يعرف بلي الجزائر تحل الباب للقاره الافريقيه. اكيد، ونظن هذا هو الفن الابقى، لانه هو الفن الذي يسلط الضوء على الهويه والتاريخ والانتماء والشخصيه الجزائريه.